ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. مش قلتلكوا تعالوا واستنوني هنعمل كشري؟ يلا بينا بسرعة دلوقتي. انزلي تحت في الكومنتات قوليلي بتعملي الكشري ازاي، وقوليلي طريقتي هتعجبك ولا لا. اول حاجة هنا انا نزلت وجبت المكونات على طول. جبت المكرونة والرز والصلصة، وجبت الخل، والى ادي شويه كمون، ما كانش عندي كمون جبت كمون. تسرحيش بقى وتابعي معايا كده الخطوات وقولي لي ايه رايك وبتعمليه زيي ولا لا. جبت بصل وطماطم، انا عندي في التلاجة فيه، بس انا ايه عشان الاكله بصوا بقى هنا بقول لكم نجمه الزيتون. الخل ده من زمان، الازازه دي ما شفتهاش من وانا طفله صغيره، وفرحت قوي اول ما شفتها واستغربت ما شفتها. فقلت له انا عايزاها دي، انا عايزه اجرب ازازه الخل دي، انا مشفتهاش من زمان. قال لي لا دي عندي، وعندي بكميات ولسه بتنزل، والشركه رجعت تاني تشتغل وتنزل منتج تاني. بيني وبينكم فرحت قوي، قلت بقى لما ايه اشرب كوبايه ميه كده وانا راجعه من بره، الجو كان حر، قلت ارطب على نفسي شويتين واكل لي حاجه حلوه. جبت البسكوته دي برضو، فكرتني النهارده يوم الذكريات. البسكوتة دي جبتها فكرتني بحاجة كده زمان واحنا صغيرين، كانت برضو موجودة، كان اسمها شوكولاتة ستارز، كان لونها ازرق كده حسب ما انا فاكرة، ونفس الكريسبي اللي فيها ونفس طعمها بالظبط. بصوا حلوة جميلة جدا، يا رب اللي ما جربهاش يجربها. قلت بقى اكل حاجة مسكرة كده، بصوا بقول لكم طعمها جميل جميل جميل. وقلت بقى لما ايه اشرب شوية مية كده واقعد اغسل المواعين عشان الحوض بتاعي يبقى نضيف. ما كانتش مواعين كتيرة قوي يعني، هما كام كوباية بتوع الفطار، قلت اغسلهم كده، وبدل ما اقعد اعبي الغسالة وناخد وقت ونضيع وقت، لا نقف كده نستغفر ونسبح ونذكر ربنا وندعي لطلاب الثانوية العامة، خلاص قربوا يخلصوا، نقول لهم كفارة ان شاء الله ربنا معاهم ويقف معاهم كده ويجيبوا اعلى الدرجات، وكل طالب يحقق اللي نفسه فيه. وطبعا في الاول وفي الاخر اللي رايده ربنا هو اللي هيكون. وما تزعلوش من اي درجة تكون مش حلوة او حاجة، ربنا بيختار لنا دايما الصالح، وان شاء الله باذن الله كل واحد كده يعني يحقق اللي نفسه فيه. هنا بقى كنت غسلت المواعين. تعالوا بقى ايه نشوف احنا عندنا ايه هنعمله. انا طبعا الكشري في عندي اكلات كده يعني سامحوني بقى، ما بطلعش الحلل التانية التيفال ولا الستانلس ولا بتاع، بحب اعملها في الحلل بتاعت زمان، او الحلل بتاعت امي، الالومنيوم. عارفة ان الالومنيوم مش صحي، وعارفة ان هو يعني استعماله كتير مش حلو، بس انا بصراحة مش بستعمله كتير غير في اكلات معينة، زي لو هعمل مثلا اكلة محشي، لو هعمل محشي مشكل، كرنب، ورق عنب، ولو هعمل كشري، الاكلات اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان ديت اللي بتفكرنا بالذكريات الحلوة، بحب دايما اعملها في الالومنيوم. وافتكر زمان واحنا صغيرين لما كنا نرجع البيت ونشم ريحة الكشري في البيت ونغرف من الحلة الالومنيوم ديت كده. فانا هاملة دلوقتي المية بتاعتي من الفلتر، واحطها على النار عشان اسلق العدس بجبة بتاعي، بعد ما اكون نقيته وغسلته وشطفته. ماشي، هبتدي بقى اغسل الحاجة بتاعتي، الخضار بتاعي اغسله كويس. نغسل بقى الطماطم بتاعتنا كده، الطماطم كانت حلوة بصراحة. وزي ما حكيت لكم قبل كده على الفيديو اللي فات على البطاطس، حاولت ان انا اجيب برضو من حد تاني بتاع خضار تاني، وبرضو البطاطس نفس ما زي ما هي، هو تقريبا الموسم بتاع البطاطس دلوقتي مش حلو،
ولا ايه. وطبعا عارفة انا ما بحبش اللي هي الجاهزة بتاعت المصانع، فعادي بقى يعني الواحد يمشي نفسه شوية من غير البطاطس على قد ما يقدر. وإن كان ده شيء مستحيل، بس يعني اهو. حبة كده وحبة كده لحد ما تنزل بقى البطاطس الحلوة الجميلة ديت بتاعة التحمير، واللي بتطلع حلوة وما فيهاش بطاطساية تبقى بايظة كده ولا كده. تنسيش بقى اللايك والشير، وما تنسيش التعليق الحلو. اهم حاجة عندي كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتخليني مهما كنت كسلانة لا اقوم وبشتغل وبصور. موضوع التصوير ده ساعات بيبقى بياخد وقت. الاكلة انتي لو ممكن تخلصيها في نص ساعة وتحطي كل حاجة على النار وبتاع وتهدي عليها وتسيبيها تستوي، لا مع التصوير صدقيني بتاخد وقت. بس بتبقى حاجة ممتعة ان انتي مع حبايبك، وبتحاولي تعلمي اللي حواليكي حاجة عمل. يعني لو عروسة جديدة ولا حاجة وتقف وتبقى نفسها تعمل كشري وتحس ان هو غلبة وحاجته كتير ولا حاجة، فتشوف فيديو زي كده تتشجع وتقف وتعمله. ممكن تشغليه جنبك تقعدي تتفرجي كده حاجة حاجة. بصي انا مش بجري الفيديو على اساس ان تبقي عارفة الخطوات ايه. نحاول بقى ايه نقشر البصل بتاعنا برضو ونغسله. ودايما خلي بالك قلب البصلاية لو ابيض كده وحلو كملي واستعمليها. لو لقيتي فيها اي لون متغير او ليها ريحة نفاذة شوية او حاجة خلي بالك، لان ممكن يكون فيها عفن من جوه وما يبقاش ظاهر. نقشر بقى الكيلو البصل بتاعنا، لان البصل بتاعنا ده لازم يبقى كتير، اللي بترش كده على وش الطبق بتاع الكشري، وبنقعد نتخانق عليه وبنكتر منه، وفي الاخر نقعد نعيط بقى من القولون وتعب المعدة ونقعد ناخد ادوية القولون. بس هو ما يحلاش طبق الكشري من غير شوية البصل اللي بترشوا على الوش دول. ادينا اهو قشرنا البصل بتاعنا. ننضف الحوض بقى. عايزاكي بقى تبقي شاطرة كده وتقفي وتعملي وما يهمكيش. لو انتي لسه عروسة جديدة ولسه اول مرة تعملي الاكلات دي، جمدي قلبك كده وقولي يعني هما اللي بيعملوا احسن مني في ايه؟ ها قولولي بقى النهاردة طبختم ايه النهاردة كده يعني خلينا نغش من بعض. النهاردة انا عملت الكشري وصورته لكم. ممكن بكرة بقى ايه اخطف كده من اي حد يقولي عمل ايه ولا طبخ ايه، اخطف منه بقى عمايله. نغسل ايدينا عشان ننتقل للمرحلة اللي بعديها. ودايما خلي صابونة معاكي في المطبخ كده عشان كل شوية تغسلي ايديكي تمسحي الرخامة كويس. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز. حطيت العدس اهوت. طبعا نقيته لان انا ما كنتش جايباه اكياس، وغسلته غسلة حلوة ونزلته في المية، وهسيبه بقى لحد لما الاقيه ايه بدأ يبقى طري كده. لما تدوقيه تلاقيه طري. وهنبتدي بقى ايه نخلط الطماطم بتاعتنا بالراحة كده وانتي شغالة بالسكينة بتاعتك، خصوصا لو السكاكين عندك حامية. انا التويستة دي بحبها وبعشقها، بتخليلي الطماطم بيوريه كده وبتبقى تقيلة، فلما بتتسبك بتبقى حلوة قوي. بتخلي الصلصة بتاعت المكرونة او الصلصة بتاعت الكشري بتبقى تقيلة كده وحلوة. قعدت انا بقى فرمت الطماطم كده. في مشاهد ساعات بتقع مني. هنا بقى نفرم التومة عشان نعمل برضو الطشة بتاعت الطماطم. انا دايما بعمل الطماطم بتاعتي بعمل طشة الاول وبعدين بحطها بنزل عليها الطماطم. الكاميرا عندي هنا بصوا راحت يمين وراحت شمال وعايزة تقع وبتتخانق ومش عايزة تثبت. ثبتها الحمد لله.
ويلا بينا نعمل الطماطم بتاعتنا، التسبيكة بتاعت الكشري. يلا حطينا شوية الزيت، خلي الزيت دايما بتاعك يبقى زيت نظيف نوعه حلو، يبقى خفيف كده عشان الاكلة بتاعتك تطلع حلوة. نحط بقى التومة، اوعي تخلي التومة بتاعتك لونها يغير، خليها فاتحة زي ما هي. تقلبتين بس كده في الزيت على النار. العدس بقى بنشوفه كده طري ولا لسه شوية. عايزين بقى ايه، التومة بتاعتنا اهي بدأت تطشطش شوية كده، ننزل بقى بشوية خل. خلي بالك لو الخل مركز حطي بس نص فنجان صغير كده. ونحط بقى الطماطم بتاعتنا اللي ضربناها. انتي كده مش هتحتاجي معاها صلصة، بس لو عايزة تحطي صلصة حطي. يلا بقى انا الطماطم بتاعتنا بقى قبل ما تغلي وقبل ما تعمل اي حاجة كده ولا كده نغطيها. هنرش بس عليها شوية ملح وفلفل ونغطيها قبل ما تغلي وتطشطش ونلاقي الصلصة بقت على الحيطان وعلى البوتاجاز. خلي بالك من الموضوع ده قوي، لان ناس كتير قوي ببقى واقفة معاهم الاقيهم بيسيبوا الصلصة تطشطش تبهدل المطبخ وتقولك ما انا عادي بقى، ما انا هنضف بعد كده. لا صدقيني، اول باول يبقى الغطا جنبك بتاع كل حلة وانتي بتطلعيها كده، هو تحاولي ان انتي الحلة جنبها الغطا بتاعها وتغطي على طول، خصوصا لو في تسبيكة طماطم ولا حاجة علشان ما يبهدلكيش المطبخ. ودايما لما تعوزي تكشفي من على الغطا، اكشفي الغطا، وطي النار الاول او اطفي النار، ولما يهدى شوية ابدأي ارفعي الغطا وشوفي التسبيكة بتاعتك وصلت لفين، عايزة ملح عايزة حاجة، ولو احتاجت تحطي وعلي عليها تاني النار، بس بعد ما تكوني غطيتيها علشان مش عايزين اي خسائر ولا في ايدينا ولا في المطبخ. عايزين دايما واحنا بنشتغل نخلص الطبخة بتاعتنا والمطبخ والمواعين نضيفة وكل حاجة نضيفة. هنا بقى كنت نزلت الرز، كان العدس عندي استوى، نزلت الرز اهوت عليه هقلب واشوف معيار المية. انا هنا كنت محتاجة شوية مية برضو، حطيت نص كوباية مية بس تغطي وش الرز والعدس، ما تزوديش قوي عشان ما يعجنش، وهتشوفيه في الاخر ما عجنش ولا حاجة وزي الفل. نحط بقى الملح، شوية الملح كده بالنظر، يعني مثلا بالنظر كده تشوفي وتقلبي وتدوقي المية بتاعت الكشري بتاعك، تشوفيها مظبوطة ولا لا. عوزتي ملح زيادة بتاع يعني زودي حبة بحبة، ما تحطيش كمية كبيرة وترجعي تقولي ده حدق، طب اعمل ايه ساعتها، ملوش حل. وهنا حطيت شوية زيت وهزودت اهو نص كوباية مية واقلب وادوق، وهلاقي الحياء بتاعه تمام، يبقى خلاص كده توطي عليه وتغطيه، وهتبصي تلاقي الكشري بتاعك ما خدش يعني ربع ساعة وعلى النار وبقى زي الفل. هو الكشري الحوايج بتاعته كتير، عايز تسبيكة وعايز الكشري وعايز تعملي جنبه شوية مكرونة مسلوقة والبصل والدقة بتاعته، لكن كل ده سهل، كل ده سهل. هو حوايجه كتير بس سهل في العمايل، مش متعب يعني. غطينا بقى على الكشري بتاعنا اهو،
اول ما تشرب المية بتاعته ونهدي عليه خالص ونسيبه ونتنقل بقى لحاجة تانية. احنا هنا عندنا التسبيكة وعندنا الكشري. يلا بينا بقى، بحاول اظبط لكم بس الكاميرا. يلا بقى هنا هنعمل ايه؟ البصلة بتاعتنا هنحط شوية زيت حلوين كده، وزيت يبقى نضيف علشان البصلة تطلع طعمها حلو. انا بقى كنت قطعت البصل بتاعي، بصوا بقى، بصوا الجمال. البصل بقى الحبة الحلوين الكتار قوي دول في الاخر هتبصي تلاقيهم شوية صغيرين، وهنبقى عايزين بصل تاني، بس ولا يهمنا. هنسيب بقى البصلة بتاعتنا كده. انا دايما بحب اعملها كده، ولا بقى بدقيق، ولا بحط عليها ملح، ولا بحط حاجة، عشان ما تبقاش حادقة مع الاكل. والدقيق برضو ما يعني انا ما بحبوش، بيبقى تقيل برضو في الاكل. تعالوا بصوا بقى الكشري، بصوا مفرفر ازاي، ولا معجن ولا حاجة، زي الفل اهو. الرزاية بوحدتها، وبصوا اللون بتاعه عامل ازاي وحلو ازاي. ايه رأيكم؟ هنسيبه بقى شوية يكمل السوا بتاعه، ونسيب البصلاية بتاعتنا بقى تاخد لون. هي بدأت تدبل اهي. وورا هنا انا عملت الدقة بتاعته، شوية التوم حمرتهم من غير ما ياخدوا لون ولا حاجة. حطيت عليها فنجان من الخل وشوية كمون. ويلا بينا بقى نسلق شوية مكرونة، يبقى احنا كده تمام جدا. سلقنا المكرونة اهو. عايزين بقى ايه؟ نشطفها ونبردها كده ونسيبها في جنب تتصفى. وطبعا ينقسم البيت الى اقسام متعددة. في ناس بتحب طبق الكشري عليه مكرونة، وفي ناس ما بتعترفش بالمكرونة على طبق الكشري، فمنعا ان احنا نتخانق ونخش الاسم ونعمل محضر لبعض، فانا بخلي المكرونة لوحديها بره، واللي عايز عايز، اللي مش عايز مش ضروري خالص. ما مفيش داعي للخناق والزعل. في الاول وفي الاخر يا جماعة دي اكل الكشري يعني، خلينا حلوين. اللي عايز مكرونة عايز، اللي مش عايز خلاص. واحنا مقسومين نصين، نص بيحب المكرونة ونص ما بيحبهاش. انا اصلا ما بحبش المكرونة، والله زي ما بقول لكم كده، متضحكوش عليا. اللي بيحب المكرونة على عيني وعلى راسي، بس انا ما بحبش المكرونة. بس الحمد لله كله فضل ونعمة من ربنا، يعني لو في مكرونة بناكل، مش هنقول لا. شلنا البصل. ايه رأيكم؟ يا رب يكون عاجبكم، يا رب يكون واضح شكله حلو. بس هو والله كان جميل، وزي بتاع المحلات، وجميل وبتاع، بس هو فيه كام واحدة كده دبلانين، بس الباقي كان حلو. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة مهمة. طبعا انتوا عارفين حبيبتكم اختكم بتحب الشطة، ينفع نستغنى عن الشطة في الاكلة دي؟ طبق الكشري ما يبقاش طبق كشري من غير الشطة، خلينا صراحة. طب نعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزة اعرف اعمل الشطة بتاعت الكشري ازاي. هقف اعيط؟ مش هقف اعيط. حطيت معلقتين من الشطة البودرة، ولو عندك قرون شطة تبقى حلوة برضو ممكن تقطعيها كده. وحطيت الصلصة، والمشهد ده برضو اتقطع مني. حطيت معلقتين من الصلصة اللي انا سبكتها، فاكرينها؟ اخدت كبشتين حطيتهم فوق المعلقتين بتوع الشطة البودرة اللي انا هحطها عليهم شوية زيت ونقطتين خل. ايوه، بصوا، حاجة بسيطة كده من الخل. كتري كتري وبلاش تستخسري، لا اوعي تكتري، هو بس ملو معلقة كده وتقلبيها، وشوية الزيت. وبقى عندك احلى طبق شطة. وحطي شطة زي ما انت عايزة، والواحد عايشها مرة واحدة، كلي شطة زي ما انت عايزة. احنا كده عملنا اهوت الشطة بتاعتنا. ويا لهوي على الشطة كده، يعني حاجة كانت تضرب في النافوخ.
تنسيش بقى اللايك والشير والتعليق لو الحاجة عجبتك. تعالوا بقى نشوف طبق الكشري بتاعنا حلو ازاي. بصوا الجمال، بصوا انا جعت وعايزه اقوم اغرف كشري تاني دلوقتي حالا. انا شفته كده ما قدرتش بصراحه اقاوم. لحد هنا يا رب الطريقه تكون عجبتكم. و